ومنها ما روي عن منصور بن عمار أنه قال: سمعت عابدا بالليل يناجي ربه وهو يقول: وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك ولا التعرض لغضبك، ولا أنا بنكالك جاهل، ولا لعذابك متعرض، ولا بنظرك مستخف، ولكن زينت لي نفسي وأعانتها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من ينقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني، وسوءتاه من الوقوف بين يديك غدا إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط يا سيدي؟ ويلي كلما طالت أيامي كثرت آثامي، ويلي كلما كبرت سني عظمت مصيبتي، فمن كم أتوب وفي كم أعود، وشباباه